السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، مرحبا بك على قناة قصص واقعية. نعمل بجهد لنال إعجابكم بما نقدمه لكم في الفيديوهات البسيطة والجميلة. وإن كنت أول مرة تشاهد فيديو على قناة قصص واقعية، فلا تنسى الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس ليصلك كل جديد. وكتب تعليقا من قلبك. هيا نبدأ. بعدما نفى عزو أخنوش رئيس الحكومة أمام البرلمان بالجلسة العامة لمجلس النواب إلغاء عيد الأضحى بالمغرب ذا العام، تجددت المطالب للحكومة بالكشف عن وضع القطاع الوطني وضبط ومراقبة أسعار المواشي في ظل ارتفاع إثمان المواد الغذائية الأساسية. وعلى بعد نحو شهر من عيد الأضحى الذي تطبعه به السنة الوضعية الاجتماعية الخانقة لمعظم المغاربة، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة فئة واسعة من المواطنين على اقتناء أضحية العيد. وأسمت العدول من العوامل كالجفاف وتواصل ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج. لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر اقرأوا على الموقع الرسمي أدنى. شكرا على المشاهدة الفيديو، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك على القناة